صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد مرة أخرى، في دلالة عميقة على حضور القبيلة اليمنية في إحدى أكثر مراحل الثورة خطورة. فالرجل تعهد أمام جمع كبير من قبائل اليمن أن علي عبد الله صالح لن يحكم اليمن ما دام على قيد الحياة. أعاهدكم الله أنه لن يحكمنا علي عبد الله صالح ما حين، والله على ما أقول وكيل. الأحمر حضر مع نخبة من مشايخ القبائل من شرق اليمن وغربها وشمالها وجنوبها مؤتمر أعلن فيه تحالف موحد للقبائل اليمنية. التحالف تعهد بحماية الثورة السلمية والاعتصامات، واعتبر نصرة قبيلة أرحب التي تقصفها قوات صالح نصرة للثورة، وتوعد كل من تسول له نفسه المساس بالشعب والثورة بالرد بكل الوسائل المتاحة والممكنة، وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أي عدوان، وسيكون الرد مشروعا بأي طريقة من الطرق المتاحة والممكنة. الجميع تحت ظل نشيد اليمن الواحد بحثا عن وحدة في ظل الثورة السلمية. المنضمون للثورة من الجيش اليمني شكلوا ائتلافا جديدا اسموه أحرار القوات المسلحة، ودعوا بقية أفراد الجيش للانضمام للثورة لتكوين جيش وطني يجمع اليمن لا جيش أسرة بعينها، وتعهدوا أيضا بحماية الثورة وشبابها. ينتقم من هذا الشعب المسلم الثائر ويعاقبه على ذلك معلنا بلسان الحال: أحكمكم أو أقتلكم. أنتم الأبطال، أنتم الذين سلكتم طريق الحق. أما في محافظة عمران شمالا فقد اختتم اللواء 310 المؤيد للثورة مرحلته التدريبية بعرض عسكري كبير، وأعلن انضمام 8 كتائب من الحرس الجمهوري الموالي لصالح إلى صفوف المؤيدين للثوار ضمن المئات من المنضمين إلى الثورة خلال الأيام القليلة الماضية. وتمادى في طغيانه، فبالتأكيد سيكون حماة للشعب وحماة للثائرين في الساحات وفي الميادين. مراقبون يرون أن تزايد المنضمين للثورة دليل على تزايد شعبيتها مقابل تناقص شعبية صالح. استعدى الرئيس صالح معظم فئات شعبه، استعدى القبائل والجيش والأحزاب وشباب الثورة عندما رفض أن يتنحى عن السلطة سلميا، فكيف له الآن أن يحكم شعبا جله من خصومه؟ أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء.